السلام عليكم، كي دايرين؟ مزيان؟ اليوم معنا قصة واعرة تحت عنوان أنا وحماري والكنز اللي قلب حياتي. أنا عزوز، رجل بسيط، كنعيش من التجارة الصغيرة. كنجول أنا وحماري سرحان من قرية لقرية. كنبيع أي حاجة، تمر، زيت، نعناع وحتى شمع. والناس كيعيطوا لي عزوز الجوال. أنا وسرحان كنا كنشدو الطرقات بحال الجناوة في الهوا. برد، شمس، رياح، ما كيهمنا والو. نهار كندوز من سهل، نهار من غابة ونهار من جبل. ولكن نهار واحد كان مختلف بزاف. وصلنا لواد العطاشة. من تما كاين جبل كيعيطوا ليه جبل الضلال. الناس كتخاف توصل ليه، كيقولوا فيه جن، كنوز، واضو ينطفي بوحدو. انا كنت غير باغي نختصر الطريق ماشي نكتشف لغز. ولكن سرحان وقف وشدني في طريق الجبل براسو، بحال شي واحد كيناديه. قلت مع راسي اللهم اجعله خير، نكملو ونشوفو. وصلت لوسط الجبل. الهدوء كان كيخوف، الريح كتدور والطيور ساكتة. فجأة سرحان بدا يضرب الأرض برجليه، كيحفر، كيبحث، بحال اللي شاف شي حاجة. قربت، شفت حجر مربع ماشي من طبيعة الجبل. حاولت نحركو حتى تزحزح شوية. تحت الحجر كان علامة قديمة محفورة، نسر، جوج نجوم، وسهم كيشير الفوق. وقلت هذا راه لغز ديال الكنز، وماشي أي كنز. بديت نحفر بيدي، العرق كيسيل والقلق كيكبر. سرحان واقف كيحمق، كيحرك راسو كيشم التراب، وكأنه فاهم كتر مني. بعد ساعات سمعت دقة، طق طق، بحال الحديد. حفرت كتر وخرج قدامي صندوق صغير صدأ مربوط بحلقة قديمة. قلبي بدا كيدق. فتحت الصندوق وكان داخله خنجر بقبضة فضية، كتاب صغير جلدي، وسلسلة غريبة عليها حجر أسود كيضوي بشوية. وقلت هذا ماشي كنز عادي، هذا سر كبير. فتحت الكتاب، كان مكتوب بالعربية القديمة، حروف متشابكة ورسوم وخريطة صغيرة كتشير لنفس الجبل. وكانت أول جملة: من يملك هذه السلسلة يحمل مفتاح باب لا يفتحه إلا المختار. وقفت، حسيت بالبرد في ظهري. أنا عزوز الجوال ولا أنا المختار؟ سرحان قرب راسو للسلسلة، والحجر الأسود بدا يلمع كتر. قلت مع راسي واش السلسلة كتجاوبو؟ غير خرجت من الحفرة سمعت خطوات قريب، كتقرب، غليظة، متقطعة. طلع راجل طويل لابس جلباب أسود وعينيه ما كيبانوش. قال لي بصوت غليظ: الصندوق ديالنا ونرجعوا لينا قبل ما تندم. قلبي طاح. انا شكون نكون باش يهددوني هنا وسط الجبل؟ ومورا ما كمل كلامه الحجر اللي في السلسله تضوى بقوه، والجبل كامل بدا كيهتز. والراجل هز راسو وقال: ايوا، بدا الوقت اللي كنت هارب منه. انا وسرحان ما عرفنا واش نهربوا ولا نواجهوا ولا نفهموا شكون هذا الراجل، وشنو المعنى ديال المختار، وشنو هاد السلسله اللي كتشعل بلا شمس، وشنو كاين في الكتاب اللي باقي ما حليتوش كامل. والجبل بدات تخرج منه اصوات بحال شي ابواب كتحل، وبخار ابيض كيطلع من الارض. وانا واقف كنقول انا عزوز الجوال، ولكن هاد المره واضح غادي نولي شي حاجه اخرى. الجبل كيهتز، الحجر الأسود فوق السلسلة كيشعل، والراجل اللي قدامي باين ماشي واحد عادي. قرب مني خطوة خطوة وقال: هذا الشي اللي لقيت راه عمره ما كان ديال البشر. أنا ابتلعت ريقي وشديت الخنجر اللي لقيت في الصندوق بلا ما يحس. وسرحان بدا يضرب الأرض برجليه كيدير صوت ما عمرني سمعت منه. قلت ليه: شكون انت؟ وشنو بغيتي؟ جاوبني بصوت بارد: أنا حارس وحافظ ومطارد، وخا ما عرفتنيش أنا كنت كنتسناك. الكتاب اللي كان في الصندوق دارو ريح خفيفة وتقلب بوحدو حتى وقف في صفحة معينة كانت فيها كلمة كبيرة محفورة: المفتاح. وتحتها مكتوب: السلسلة تفيق القوة ديال اللي فسد في هذا المكان واللي رجعوه للنوم منذ قرون. أنا ما فهمتش، ولكن الراجل كمل: هاد السلسلة ماشي كنز، هاد السلسلة لعنة. وبدات الأرض كتشقق تحت رجلينا، وبخار تقيل كيطلع
وصوت بحال زفير وحش كيخرج من باطن الجبل. في وسط الدخان بان ظل كبير، عيون حمراء وأظافر طويلة، وصرخة خرجت هزات صدري كامل. سرحان تصمد، ما هربش، وقف قدامي بحال شي محارب. قلت مع راسي: واش هاد الشي حقيقي ولا كنحلم؟ الرجل الأسود قال: الوحش حبسناه هنا قرون، ولكن السلسلة في ايديك صيفطات لي رسالة باش يفيق. أنا تراجعت خطوة لورا، ولكن علاش أنا غير جوال بسيط. جاوبني، حيته المختار ما كيعرفش باللي مختار حتى كيوقع. الوحش خرج كامل، حجمه كبير بحال الباب ديال الدار، والريحة ديال الأرض الميتة خارجة منه. جبدت الخنجر كنت كنسالي، ولكن هنا وقع شي حاجة غريبة. الخنجر بدا يضوي بنفس اللون ديال السلسلة، والكتاب تقلب بوحدو في صفحة أخرى كتب فيها: الضوء ضد الظلام، الحامل ضد الملعون، إذا خاف يخسر، إذا وقف ينتصر. الوحش هجم وسرحان ناض قدامي وضرب الوحش براسو ودار صوت ما عمر خرج من حمار، بحال اللي السلسلة كتأثر عليه حتى هو. أنا جمعت الشجاعة ونقيت قدام الوحش وغرست الخنجر في صدره. خرج ضوء كوي، الوحش طاح والجبل كامل سكت. التفتيت للرجل ولكن ما بقيش، غير صدى الصوت ديالو بقى كيقول: المعركة سالات ولكن الطريق بدات. حافظ على السلسلة، راه ماشي كلشي غادي يجيك من تحت الأرض، كاين اللي غادي يجيك من فوق منها. وبقى الصوت كيضعف حتى اختفى. رجعت للصندوق، طويتو، شديت السلسلة، الخنجر والكتاب، وقلت لسرحان: يلا نمشيو، طريق بعيدة وحياتنا غادي تتبدل. وإحساس غريب بدا في قلبي، ما بقيتش عزوز جوال، ولا عندي سر، قيمة وقصة ماشي ديال البشر. رجعنا للطريق، السما كانت صافية بزاف وكأنها كتقول لي: استعد، مازال الجاي أعظم. وأنا كنبتسم حيت كنت عارف رحلتي ما سالاتش، غير بدات اليوم.